الاول للنادي الاهلي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. شوف اللعبه، شوف العرضيه لما تخدم، شوف لما تخدم وتوصل لشكري وهو مجهز نفسه ومتاهب. ادي اللعبه، ادي اللعبه، وادي التسديده، وصعبه جدا على عبد المنصف. عرضيه حلوه جدا، وادي بقى التسديده من احمد شكري، جاي وقاطع بشكل رائع وراقي، ودخل فيها من مره واحده، ما فكرش يوقف. هو مقرر، هو مفكر قبل ما تجيله، عشان كده مسدد ومسجل احمد شكري في الدقيقه السادسه من زمن. الدقيقة 14 وليد سليمان من ضربة جزاء نتيجة لمسة يد داخل المنطقة، النادي الأهلي 2-0. الدقيقة 47 وركلة الجزاء ومحمد بركات. يا ولد يا بركات، يا ولد يا بركات، يرمي في ناحية ويجيبها في ناحية، يرمي عبد المنصف في ناحية ويجيبها في ناحية. 3 أهداف مقابل لا شيء. نتيجة تقيلة جدا، نتيجة تقيلة جدا على نادي امبي. ادي بركات، بيسجل هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني. بالنتيجة دي وإنذار كمان لديفوني للاعتراض على حكم اللقاء جدا لنادي امبي، وعرضية من الناحية اليسرى لعمران يقابلها أحمد رؤوف برأسه على يسار إكرامي. 3-1. ولكن وبعد 3 دقائق بالظبط من هدف امبي ادي السيد حمدي، لكن العرضيه عالميه. شوف العرضيه والرأسيه حلوه قوي، حلوه قوي يا سيد. يا سلام على العرضيه اللي رايحه، بتعجبني قوي العرضيه اللي بتلف لجوه وتطلع تروح للمهاجم، تخدع حارس المرمى وتبقى جايه له كانها جايه له بالمواجهه، بالمواجهه مش جايه عرضيه. ادي سيد معوض، سيد حمدي بيعمل بقى احتفال بالهدف يا بركات. لا لا لا، تعتزل ايه بقى يا بركات، تعتزل ايه بقى يا بركات. شوف اللياقه، شوف السبرنت، جمع شويه وعمل الخبره بتلعب دورها، مفيش كلام. وادي محمد بركات، هدف تاني ليه في هذا اللقاء، هدف تاني ليه، هدف من ركله جزاء وهدف من تسديده وانطلاقه ولا اروع. ادي بركات، وادي بشماله 5 اهداف مقابل هدف. هزيمه ثقيله جدا، اول مره تحصل في تاريخ لقاءات الفريقين. 5-1، اول مره تحصل. ده النادي